أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة سلام الإعلامية المباركة، أحييكم أنا أحمد شريف في حلقة خاصة في برنامج مع اللغة العربية. وهذه الحلقة نسجلها بعد الأحداث التي تشهدها أو بدأت في معاناتها أخواننا المسلمين في قطاع غزة والمناطق المجاورة لها وفي أكناف المسجد الأقصى وفي كل فلسطين. والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية عموما، ولذلك تضامنا ووقفة واستنكارا لقوى الاستعباد والاستكبار والطغيان التي تقف مع الظالم لمضاعفة معاناة المظلوم. ولذلك قوى الشر والطغيان تصب جام غضبها وحقدها على الأمة الإسلامية في القدس الشريف، في فلسطين، في غزة، في جميع الأراضي الفلسطينية، وقوفا مع أولئك الصناديد المناضلين المقاتلين الأشاوس. نحن سنكرس هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية ونقرأ شيئا مما يكتبه الشعراء في صفحاتهم. قال الشاعر حمدي الطحان، نشر هذه القصيدة مع بداية أحداث غزة، يقول: كفكف دموع الغدر يا إنسان، من فرط شرك قهقه الشيطان، قد فقت إبليس اللعين وجنده، وتعودت من قبحك الأكوان، من ذلك الدنس الذي قد حسته لم تسلم الحرمات والأديان، لم يسلم الأقصى ومهد قداسة، والكعبة الغراء والأركان، والشيخ والطفل الرضيع وقد غدا وسط اللظى تلهو به النيران، والأرض والشجر المسالم في الربا، والزهر والأطيار والحيوان، وتظل تبدي بيننا كل التقى، ويطل منك البر والإحسان، وتدير مسبحة التزهد والهدى، وعلى جبينك قد علا الإيمان، وتردد الوعظ الجميل وحكمة ترتج من سحر بها الأذهان، أقبح بمثلك من قناعك حيرت أعتى حراب الأرض والألوان. حمدي الطحان. شكرا لك الأستاذ حمدي الشاعر المجيد. نحن في هذه القناة المباركة تعمدت أن أدلف إلى رابطة شعراء العرب في السوشيال ميديا أو في الإعلام البديل، وسأقرأ لكم مما أراه مهما ويدعم وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. يقول الشاعر إبراهيم العلي: أقبلت شطرك بعد التيه في الترف، أبكي وأحمل أوزارا على كتفي، ظلمت نفسي ظلما كاد يهلكني، وأحر قلباه من حالي ويا أسفي، أقبلت أحمل أوزارا يقلبني ما بين مضطرب منها ومرتجف، إني لأبكي وأبكي والبكى ندم على اقترافي ذنوبا دنست صحفي، يا رب إني ظلوم جاهل جلف، كم جل ذنبي فلم أعدل ولم أخف، ماذا صنيعي بنفس همها ترف،
من الحياة فساقتني إلى تلفي. الشاعر إبراهيم العلي، شكرا لك. وكان قد نشر الشاعر المجيد حمدي الطحان قبل فترة يقول: قلبي فؤادك أيها الطفل الذي قد فاق كل تصور وتخيل، من عمق غزة قد سطعت مكللا، من عمق غزة قد سطعت مكللا بشذا الجراح وفجر عزم مذهل بين الحروق، وخلف وجه شوهت قسماته لم تبدي أي تذلل، طمست بنيران الحقد عيناك اللتان تأبتا ذل الفرار المخجل، لكنما قلبا ملكت هو المدى والنور والزهر الذي لم يذبل. عار علينا أن نراك محلقا بين النجوم وكلنا في الأسفل، عار علينا أن تظل رؤوسنا في الوحل مهما طالبونا نفعل، عار علينا أن تظل رؤوسنا في الوحل مهما طالبونا نفعل، إن يبتغونا راكعين فقد صغت أعناقنا، والويل إن نتململ أو يسألونا أن نبيع جدودنا، بعنا ببخس دون أي تمهل، عار على الزعماء آساد الشرى، تلك الطفولة مزقت بقنابل، تلك الصبايا الصارخات بلا صدى، والأمهات الضارعات لسفل، أين المروءة؟ أين ديارها؟ أين الضمير؟ لقد أصيب بمقتل يا قمة الخزي التي لم تنعقد، فالسيد السكير لم يتفضل إن أنت إلا سفك قيح منتن، حفت به رايات قوم عطل، أهلا بموتك وسط طبل زاعق، أبكى وأضحك لوثة المتأمل، وغدا تصم الأغنيات كياننا بالنصر والمجد الرهيب المقبل، فلقد قتلنا من ذراري قومنا مليون إنسان ولم نتزلزل، ولقد أمرنا اللائذين بموته بين الركام فذاك خير المنزل، سحقا لنا إن لم نحطم ليلنا ونفر من عيش مرير حنظل، فالموت أحلى من حياة مذلة، والله إن يمهل فليس بمهمل. حمدي الطحان الشاعر المجيد. ولا نزال معكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ونظل نقلب صفحات الشعراء الذين يقفون مع القضية الفلسطينية. يقول الشاعر عبد القادر القردوع: حنانيك لا رأي لدي ولا يد، إذا طبعوا أو للمطبع أيدوا، حنانيك لا رأي لدي ولا يد، إذا طبعوا أو للمطبع أيدوا، فحبك يجري في دماء عروبتي، ويولد في أرواحنا حين نولد، بلينا بحكام تقص عروشهم على الدهر خيبات عليها تعودوا، مخالبهم يدري بها السعب وحده، ولم يدر عنها حين لاقهم العدو، جفوك وخانوا فيك مسر نبينا وقبلتنا، والحال يا قدس يشهد
كأنك ما صلت إليك قلوبنا، ولا أم فيك الأنبياء محمد. إذا قيل عدوان مخافة شعبهم دعوا لاجتماع طارئ ثم نددوا وعادوا إلى خيباتهم كل مرة، لتضحك أمريكا وصهيون تسعد. هنا القدس أرض الأنبياء أسيرة تنادي، وما لبى النداءات منجد. هنا سفكوا من غير قلب دمائهم، هنا هدموا كل البيوت وشردوا، هنا أحرقوا زرعا، هنا احتجزوا أخا، هنا هتكوا عرضا، هناك هددوا. فكم أن مظلوم وصاحت عفيفة، وأمتنا في منزل الذل ترقد. حنانيك يا أرض الصمود وموطن النبيين، يدعوني أخ لي ومسجد. ينادون بي الإسلام والنخوة التي ربينا عليها، غير أني مقيد. فيا موطن الآساد أشبالك التي بسجيلها للمعتدي تتوعد، نعلق فيها كل آمالنا التي تنام بباب العرب والباب موصد. ولا تنتظر في الغرب عدلا، ولا تثق بمجلس أمن في الملمات يعقد. فما هو إلا أمن صهيون، فما هو إلا أمن صهيون وحدها يمجد ظلم الاحتلال ويحمد. وثق أن من ربت فلسطين أصبحوا أسودا ليوم العودة اليوم تحشد، وأن شعوب العرب عافت خنوعها وصارت على الحكام ترضي وتزبد. كأني أرى في الأفق شيخا، كأني أرى في الأفق شيئا يلوح لي طلائع همرجدون يا أيها الغد. الشاعر عبد القادر القردوع، شكرا لك أيها الأخ العزيز. وقال الشاعر صبحي ياسين: الدمع سافر من عيني إلى عنقي، حتى خشيت على نفسي من الغرق. شوقا لوجه حبيب بت أبصره من طلعة الفجر حتى ظلمة الغسق. لا تحسب الدمع سال اليوم من كمد، بعض الدموع تعيد النور للحدق. ناديت كل رياح الكون أسألها، من ذا المنادي على صبحي من الأفق. أسرجت مهري إلى ما كان من ألق، ورحت أبحث عن حبري وعن ورقي، حتى بلغت سماء لا نجوم لها. هنا رأيت حبيب الروح كالفلق. يا نفس حسبك من دنياك غفلتها، تفنى الحياة ونفس المرء لم تفق. آت لبابك يا رحمن ملتجئا، أرتل الناس بعد الفجر والعلق. شكرا لك. وقال الشاعر غلام الله بن صالح: ابعثوها ابعثوها في هشيم الغدر نارا، واكتبوها في جبين الجبن عارا. ابعثوها في هشيم الغدر نارا، واكتبوها في جبين الجبن عارا. ضمخوها بدم الأحرار مسكا، واسألوها لشهيد الحق ثارا. ليس في الآساد فسل خائف، فالبسوا الإقدام ثوبا وشعارا. ليس في الآساد فسل خائف، فالبسوا الإقدام ثوبا وشعارا. وادخلوا الهيجاء أسدا وامحقوا لبني الخنزير قدرا واعتبارا. وادخلوا الهيجاء أسدا
وامحقوا لبني الخنزير قدرا واعتبارا، إنما القدس لقومي لا لمن قد مضوا في التيه، يا قومي حيارى. أيها الباكون دهرا ما بكم تشربون الذل ليلا ونهارا. أيها الأعراب ويح ما بكم تقطعون العمر صبرا وانتظارا. قامت الهيجا ويلي ما بكم تقلبون الطرف ذلا وانكسارا. فدعونا من خطابات فكم قد سمعناها طويلا ومرارا. ويلة الأعراب إن ضاع الحمى وذرى الأقصى دماء وجمارا. وراء الأعداء لفوا جنبه وذوونا قد بدوا جبنا صغارا. في وجوه الحق أسدا، في وجوه الحق سدا وجدارا. أيها الأبطال هذا يومنا يرجع الأقصى لأهلي والديار. فلتهبوا هبة تردي العدا ليعود البغي مسحوقا غبارا. شكرا الشاعر غلام الله بن صالح. ماذا أقول؟ وهذا رضوان يقول: ماذا أقول وماذا فيك لم قد أصف، لم أدر إلا وثوب العشق منكشف. سافرت في داخلي كالسيل مسرعة، فإن ذكرتك مني الروح ترتجف. فماذا أنت قائلة؟ من ذا الذي يجعل الأيام تأتلف؟ ها أنت عني ركبت الغيم راحلة، وكنت مهما اختلفنا ليس نختلف. أيام كنا نعد الوصل محمدة، فما لهجرك قد جاءت به الصحف. كم كنت في الوقت لا أرتاح، وإن نفرت فدمعي سائل وكف. والآن تقتحمين الوهم معرضة عني، فأين حنين الليل والكلف؟ أخشى علي لهيب الشوق يقتلني، أو أن يصيب فؤادي بعدك التلف. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذا برنامج خاص أو حلقة خاصة في برنامج مع اللغة العربية، نكرسه لقراءات شعرية وقوفا ودعما لشعبنا في فلسطين الحبيبة، واستنكارا بقوى الشر وما تقوم به هذه الأيام من إبادة جماعية وارتكاب مجازر ضد الإنسانية. الشاعر الصادق الرنبوق يقول: غزة الكبرى. يقول في قصيدته الصادق الرنبوق، وأنا أقرأ لكم هذه القصائد من موقع رابطة شعراء العرب: مخاض ليس تنقصه الدماء، وآلام الفواجع والبكاء. مخاض ليس تنقصه الدماء، وآلام الفواجع والبكاء. وعسر الوضع في ليل بهيم، وصلصال الضواري والبواء. وأسحار على عنة تواري شعاعا كامنا وله ضياء. وفجر شب في حلك الليالي، وكاد لقدحه يبدو الذكاء. ومولود أطل على صراخ، وعيناه يغشيها البكاء. تلقفه أياد طال منها، إياس لم يغادره الرجاء. فوا عجبا لمولود كعيسى، يجيء به لأمته قضاء.
فوا عجبا لمولود كعيسى تجيء به لأمته قضاء، وفي مهد يكلمهم ليصغوا إلى قدر تجود به السماء. يقول لأمة ثكلى أفيقي، فبعد الفقد آن لك العطاء. سبتك الغفلة الكبرى زمانا، فأنت اليوم للبشرى وعاء. أفاقت منك أشبال شداد، كأنهم من الحتف الوجاء. رأيت الموت قدمهم دليلا، وسار بظلهم وهم العطاء. فلما هاج طوفان أتاه، يبايعه التراب كما الهواء. فلما هاج طوفانا أتاه، يبايعه التراب كما الهواء. يعبد ظهرها للجند أرض، وطائرهم تهدهده سماء. وغواصون يسعفهم بصون، لبغت عدوهم بالرعب ماء. فجاسوا لم يحس لهم بركز، وألقوا نار بأس كيف شاءوا. أناخوا في نزال من لهيب، ونقع في جهنمها شواء. فأصلوها عداهم، وهو يروي لسمع الدهر ما تلد النساء. فأحنى الدهر قامته وأصغى، وغشاه من الأقصى كساء. فقالت غزة الكبرى سلام، وصبح ليس يدركه مساء. لله در الشاعر المفلق الصادق الرنبوق. لا زلتم سيداتي سادتي مع قناة سلام، وهذه الحلقة الخاصة ببرنامج مع اللغة العربية، وقفا مع أهلنا في غزة والخليل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفلسطين كلها يعني. يقول الشاعر المجيد محمد الجمعي: مآذن القدس قلبي الذي أدمن الترحال والسفر، في ليل عينيك أهدى للمنى قمر. قلبي الذي أدمن الترحال والسفر، في ليل عينيك أهدى للمنى قمر. يا قدس يا روعة التاريخ في دمنا، إليك كم حج هذا القلب واعتمر. تعبت أكتب والأوجاع محبرتي، كم أرق الشعر في محرابه الشعراء. يا سلام. تعبت أكتب والأوجاع محبرتي، كم أرق الشعر في محرابه الشعراء. من أرض بلقيس هذا الشوق تحمله نسائم الليل، والغيم الذي عبر ما بين عكا وحيفا والخليل. أنا مسافر كلما طال النوى اصطبر. قيثارة الآن يا بيسان في كدر، باتت من الحزن يقظى تبعث الكدر. أرى بلادي على الأجداث باكية، كم أوجع السهد في أحداقها السهر. في كل صبح يقيم الموت مذبحة، فلا تسل كيف عم الخوف وانتشر. ولا تقل أين بات السعد معتكفا، واستوحش الليل لا أنسا ولا سمرا. ولا تسل ما الذي يجري وقد حجبت ثقافة الحقد عنا السمع والبصر. عيوننا ترقب الأقصى على خجل، ولم تجد خالدا فينا ولا عمر.
ولا تسل ما الذي يجري وقد حجبت ثقافة الحقد عنا السمع والبصر. عيوننا ترقب الأقصى على خجل، ولم تجد خالدا فينا ولا عمرا. كأننا لم نفق من طول غفوتنا، ولا اقتفينا لأنصار الهدى أثرا. على جناح القوافي جئت من عدن، ومن سهاريجها أشجى الهوى أشجى النوى الوتر. أنا حنين الليالي كلما شرقت بالدمع أو عاتبت في الغربة القدر. لا وقت للحزن يا نابلس، فالتمسي من همهمات الصبا ما فات واندثر. قلوبنا من حطام الذكريات غدت تئن، والصبر فيها مل وانكسر. سنعبر الآن يا سخنين سارية للعابرين إلى أوطانهم مطرا، ونزرع الأرض بالإيمان ثانية، ونسأل الله يجلو الهم والكدر. يا من إلى الله يشكو جهل أمته، أغنم دروس التقى واستلهم العبر. تاريخنا بمداد القهر نكتبه، تاريخنا بمداد القهر نكتبه، وحبرنا من لظى الحزن الذي كبر. نلوم حكامنا في كل منعطف، ونحن من يصنع الحكام والأمراء. من ذا الذي لم يجد في العيش منغصة، ولم ينل من ليالي أنسها وطرا. يا قدس ها نحن ما زلنا على أمل، يغازل الشعر فينا النصر والظفر. ما زال في الغيب من أيامنا خبر، رغم العذابات والدمع الذي انهمر. سنقتفي الآن فجر الأمنيات، عسى نرى طريقا إلى عينيك مختصر. لله درك. الشاعر اليمني محمد العجمي. أيها المشاهدون الكرام، نتوقف لحظات قصيرة ونعود في رحاب هذه الحلقة الخاصة، وقفا مع القدس، وقفا مع غزة وفلسطين. كونوا معنا، وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة. وها نحن مشاهدينا الكرام قد عدنا إليكم في رحاب هذه الحلقة الخاصة، البرنامج الذي نقدمه لكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. وفي حلقة من برنامج مع اللغة العربية نقلب صفحات الشعراء، وقوفا مع إخواننا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، وما يواجهونه هذه الأيام من من حرب وإبادة جماعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم ويرينا آياته ومعجزاته في الظالمين. ودوما أتذكر أنا وأذكر أستاذنا فراج الطيب السراج، الذي كان بشعره يتحدث عن القضايا التي نعيشها هذه الأيام وهذه السنون. هذه قصائد كتبها في الثمانينات وكانوا يتحدث عن مثل هذه الأيام. في قصيدته المشهورة أفي صحو أنا أم في منامي أحقا هذه دار السلام، يقول في مقاطع منها: دماء المسلمين تضيع هدرا، فلا نصر ولا للدين حامي. دماء المسلمين تضيع هدرا، فلا نصر ولا للدين حامي. يضيع الحق من غير اعتبار، أليس المسلمون من الأنام؟ يضيع الحق من غير اعتبار، أليس المسلمون من الأنام؟ فبعد العز والقصر المعلى يسير العيش في ضيق الخيام. أنغمض عن حقيقتنا عيونا، فنوطأ تحت مكتظ الزحام. ونرجو من عدو طيب ود وحفظا للجوار وللذمام، ونأمل
أن يعاملنا بلطف لنحظى بالأمان وبالسلام. أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فإن الأمن في حد الحسام. أفيقوا يا بني قومي أفيقوا، فإن الأمن في حد الحسام. أعيدوا مجد أمتنا إليها بعز لا يني نحو الأمام. وهبوا من سبات الذل وامضوا على نهج الأوائل بالتزام. وكونوا مثل من كانوا قديما قتالا بالسيوف وبالسهام. جهادا في النهار بلا توان، وصبر في الظلام على القيام. فإما أن نسير على هداهم فنمسك بالقيادة والزمام. ليرهبنا عدو مستبد على الإسلام مسعور وضامي، وإلا فالضياع وسوء حال وذل في البداية والختام. هذه القصيدة القاها فراج سنة 1987-88 رحمه الله رحمة واسعة. وأعود إلى شعراءنا على ما ينشروه هذه الأيام، وسأعود إلى فراج بعد قليل لنقرأ من تلك القصيدة ذاتها. يقول الشاعر الطيب العامري، قصيدته بلا عنوان، يقول: سيولد من بطون الضيم غول يدك معاقل المحتل دكا. سيولد من بطون الضيم غول يدك معاقل المحتل دكا. ويسطع في جبين الليل نور ويمحو باليقين المحض شكا. سيثأر للثكلى واليتامى وهذه أيها اللعنى بتلك. ويعلي راية الإسلام فخرا ويزهق باطلا ويزيل إفكا. وترجع بهجة الأقصى وأيضا تعود لحضنينا حيفا وعكا. ونقطف من رياض القدس وردا وفي جنباته نشتم مسكا. ونصنع من خيوط المجد ثوبا وديباجا لعزتنا وملكا. ويرفع في ربى الأقصى أذان بصوت الحق لا كفرا وشركا. فتيهوا يا بني صهيون تيهوا، فهاتيكم أشد أسا وأنكا. ولن يختال بعد اليوم قرد ومنكم مسجد الأقصى تزكى. فسجل أيها التاريخ نصرا مجيدا خالدا للدهر يحكى. الشاعر الطيب العامري، 9 أكتوبر 2023. ويقول الشاعر فكر القباطي، أعتقد هو من اليمن الشقيق: عشقتك دون وعد فاستعدي، فعشقي ليس لهوا بل تحدي. لنبدأ دون تمهيد فإني عجول في الهوى والوقت ضدي. أرى فيك التخوف لا تخافي، علاجك من رهاب الحب عندي. فقلبك كم شفيت ودون قصد رحلت، وكلهن مرضنا بعدي. لدي رسالة من كل قطر عشقت جميعهن شكرن جهدي. فلست معلما للحب لكن درست الحب حتى صار عبدي. ويقول شاعر آخر مشاهدين الكرام: هذه كتبها في مولد الهدى: مولد النور، ماذا تضيف بلاغتي وبياني يا أيها الممدوح في القرآن. حتى وإن هاج القصيد بخاطري وأجاد في كل اللغات لساني، سيظل شعري في مديحك قاصرا من ذا يطال مدائح الرحمن. لكنني والشعر
فيض عواطف ومشاعر تطغى على الوجدان، سأصوغ فيك قلائدا حباتها أبهى من الياقوت والمرجان. علي أنال منها الشفاعة والرضا وأفوز يوم الجمع بالغفران، فلمن أصوغ جواهري إن لم تكن للرحمة المهداة للإنسان، فلمن أصوغ جواهري إن لم تكن للرحمة المهداة للإنسان. صاد أنا وجميل ذكرك سيدي، يشفي ويروي غلة الظمآن، يا من بعثت معلما ومتمما لمكارم الإخلاق بالإحسان. صلى عليك الله تكريما وتشريفا بكل فريضة وأذان، وقضى بذكرك عند كل شهادة ذكر أحلك في المقام الثاني. في يوم مولدك المدائن أشرقت وتألقت من نورك الرباني، فغسلت بالإيمان غل صدورهم من سوءة الأحقاد والأضغان، لكنما من ملأ الضلال قلوبهم وتشبثوا بعبادة الأوثان، قد بيّنوا للنيل منك خبيثة وتأهبوا للبغي والعدوان. فأتاك أمر الله أن هاجر بمن صدقوك بالإسلام والإيمان، ولأنك الثقة الأمين لدى الورى بشهادة الأخلاط والأعيان. آليت أن يبقى بدارك ثاويا خير الشباب وسيد الفتيان، ليرد للقوم الودائع دونما مطل ولا عسف ولا نقصان. وهجرت مكة خاليا إلا من الصديق خير الصحب والخلان. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. إن شاء الله يوم كذا نجي نقرأ شيئا من ذلك. نعود إلى فراج الطيب السراج، وهو يحكي عن ما آلت إليه أيامنا. يقول: لمحت الخيل خيل الله شعثا. في دار السلام تحية وقضية. لمحت الخيل خيل الله شعثا، يخضن ضوابحا لجج القتام، يثرن النقع من سكون ذيولا، ويقدمن الحباحب بالرجام، يقضن صهيلها ومن الأعادي، ويفرخ روع درات الخيام، عليها كل أبلج شمري كليث في ساح الصدام، يضيء بكفه غرب حسام، خمائله على كتفي حسام، تضرم فيه أنياب المنايا، تمج على العدا زبد الضرام، يكبر فالفضاء هزيم رعد، ويضرب فالدماء بكى غمام، جهادا في سبيل الله إنها إما حياة العز أو عز الحمام. جهادا في سبيل الله إما حياة العز أو عز الحمام. أولاك العرب حين العرب كانوا ربيع الناس في الزمن العقال. أولاك العرب حين العرب كانوا، أولاك العرب حين العرب كانوا ربيع الناس في الزمن العقام، وإذ كانوا وساحتهم عرين يحاط حماة بالموت الزؤام، يزلزل زأرهم صلف الأعادي، ويرعش جبرة الجيش اللهام. وإذ كانوا الهداة إلى الوئام، وإذ كانوا الحماة إلى السلام، وإذ كانوا الهداة إلى الوئام، وإذ كانوا الحماة لدى الرزايا، وإذ كانوا الأساة من السقام. ألم يبعثهم الإسلام رسلا إلى هلكن من القصام، فأرسوا للأنام صروح عدل رحيبة الأس شماخ الدعام، وشادوا للعلا عرشا منيفا توهج فوقه بدر التمام. فأين المسلمون اليوم؟ فأين المسلمون اليوم؟ إنا نراهم في احتراب وانقسام. فأين المسلمون اليوم؟ إنا نراهم في احتراب وانقسام، مصايرهم بأيد آثمات
تدبر للدمار والاصطلام، ففي القدس السليب يصيح جرح، وفي بيروت أكباد روامي، وفي بغداد في طهران شلو يئن على النجاد، وفي التهام تبعثره رياح الهوج صوتا إلى الإسلام يدعو والسلام. تبعثره الرياح الهوج صوتا إلى الإسلام يدعو والسلام، وثكلى تستغيث ولا مغيث سوى النيران تزأر والقتام، وطفل في دموع اليتم يطفو ويرسب بين أشلاء ركام، يفتش عن أب أم شقيق هووا بين الدكاتك والرجال. يفتش عن أب أم شقيق هووا بين الدكادك والرجام، وقد طفقت صور الأمل المرجى تحول الدرب تمعن في التهام، محارم تستباح بغير حق، وأرحام تباح بلا أثام، يذبح بعضهم بعضا وتمشي رؤوسهم على جثث وهام، وهم خفضوا الرؤوس لكل غاز، وهم كشفوا الصدور لكل رام. وهم خفضوا الرؤوس لكل غاز، وهم كشفوا الصدور لكل رام، ودانوا للأراذل من لئيم نماه الغرب من همج لئام، ومن وغل لشرق الكفر ينمي صدوق عن حلال أو حرام، يعيش لبطنه عيش السوام مدلا بالشراب وبالطعام، أساغ الذل فهو أحب طعم، وذاق الهون فهو ألذ جام، وأين العرب إنهم كثير، ولكن كثرة السحب الجهام، تراموا بالسباب وبالسهام، فأذهب ريحهم طول الترام، وقد اتخذوا العدو لهم وليا، فباءوا بالصغار والانهزام، وآب عدوهم بهجا قريرا، ألم يصب العزيز من المرام. فراج الطيب السراج. ويقول: ولو عزموا لمرغ أنف باغ، أذل أنوفهم فوق الرغام، ولو صدقوا القوية تنكبتهم حشود الشرك من غير اقتحام، ولو نهجوا طريق الله يوما لشق لواؤهم ثبج الغمام، عجبت لمن له خرق وقلب وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي ومن يجد الطريق إلى الموالي فلا يزيد أطغى من سنام، ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هذا مقتبس من بيت المتنبي. ذريني يا أمامة من ملام، ذريني يا أمامة من ملام، على خوض الأهاويل الجسام، على غزو المسارف غامضات، وجشميل السباريت الموامي، فإني من حمى عرب كرام، أتيت إلى حمى عرب كرام، من السودان يحملني جناح من التحنان، ملتهب العرام، يلاطم من خفايا الجو لجا، عتيا لا يمل من اللطام، يهشم أنف غرته ويمضي كما يمضي المريش من السهام، وتحسبه شهاب الرجم يقفو عصائب من شياطين الظلام، يحرقها يمزقها فتهوى كما تهوى مغلفة السنان. ألبي داعي الإسلام أمشي إليه على جسور من ضرامي، ألبي صوت داعي العرب أني إلى ماء الفرات لجد ضامي، وفي بردية جاش النيل شوقا لدجلة يشتكي مر الأوامي، وسال العشق من جفنيه دمعا ترقرق في السطور مع الكلام، وذاب الود في كلمي عميقا نظمت به أهازيج الهيام. ويقول أيضا: أحدثكم بني أمي قليلا بأسباب الهزيمات الجسام،
عقائلنا خلعن بلا حياء ثياب حيائهن والاحتشام، خرجن إلى الملا متبرجات بلا صغو لذم أو ملام، ولما خلن لمع الزيف ماء هجرن لوهمه عذب الجمام، سدرن مع التفرج في ركاب وسرن مع الإباحة في زمام، يد الإعلام تهدم ما نعلي وهل يعلو البناء بالانهدام. وباسم الفن كم باعت رجال كرائمها ببخس من حطام، وباسم الفن نشحدنا بذيب ليرتع ما يشاء مع البهام، وباسم الفن تدعون البغايا لنشفى بالسمام من السمام، وباسم الفن ننثر للبرايا مخازين شبيهة بالقمام، نقلد كل خنزير وضيع تغذى بالشنار وبالأثام، عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام، ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ذريني يا أمامة من ملام على خوض الأهاويل الجسام، على غزو المسارف غامضات وجسميل السباريت الموالي. رحم الله الشاعر الأستاذ فراج الطيب السراج. أيها المشاهدون الكرام، سأتوقف هنا اليوم، وهذه كانت حلقة خاصة وقفة مع الأقصى والقدس الشريف وغزة والمرابطون والمجاهدين هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن ينصر عباده المجاهدين المرابطين في فلسطين الحبيبة وفي البلاد المجاورة لها، والله ناصر عباده إن شاء الله. نختم بقراءة من سورة الإسراء. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات نختتم معكم هذا البرنامج الخاص وهذه الحلقة الخاصة في برنامج مع اللغة العربية، وكرسناها لنصرة إخواننا المرابطين المجاهدين في فلسطين. اللهم أنصر عبادك هناك وفي كل مكان، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وانصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم لك الحمد والشكر. أيها الأخوة المشاهدون، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.